والوجدان والرؤية المستقبلية لما نحن فيه الآن وما يطرح على الساحة السياسية والشعبية في مصر. بالتالي بداية أنا عايز أبدأ بكلمة لضيفنا الشاعر الكبير الأستاذ عاطف الجندي، ثم نستمع به منه إلى ما يختار من قصائدي التي تمتعنا دائما ولا نشبع منها، مع الأستاذ الشاعر الكبير الأستاذ عاطف الجندي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية كبيرة لكم وشكرا في الحقيقة لجماعة الحالة الأدبية التي شرفت باستضافتها هذه الليلة. سعادة كبيرة بالنسبة لي والأسباب كثيرة، منها دعوة صديقين العزيزين أستاذ حمدي موسى وأخي سامي عقل لهذه الدعوة. حضوركم جميعا سبب آخر لهذه السعادة. حضور أخي الكبير محمود الفحام وأخي الكبير عمنا جابر لهذه الندوة هو تشريف لي. حضور أخي من القاهرة هشام مصطفى، هذا الشاعر الكبير أيضا والفنان سامي الكاريكاتير والبورتريه هشام مصطفى من القاهرة. في الحقيقة سعيد أيضا سبب آخر بفوز أخي فؤاد 66 أو فؤاد إبراهيم بجائزة الفصحى لهذا الشهر، وإن شاء الله يتم تكريمه يوم السبت القادم في دار الغلاف القاهرة في ندوة المنتدى العاطف الجندي. سبب آخر للسعادة وهي نجاح نجاح الثورة المصرية في طرد الفساد والقضاء على الفساد في مصر بعد أكثر من 30 عاما من الفساد والرشوة. انتصرت الثورة المصرية، وحقيقة كنت سعيدا بالقرب من بتواجدي بالقرب السكني من ميدان التحرير وبالمشاركة في ميدان التحرير، وبالفعل كنت حريصا على تواجدي وتواجد أولادي الصغار في التحرير من بداية الثورة كي يشاركوا في صنع حدث كبير كنا على وشك وعلى يقين أنه سيتحقق عندما يكبر هؤلاء الأولاد. تتذكرون هذه الأيام، وكنت حريصا أيضا بتواجدي بالكاميرا بتاعتي اللي صورت فيها صور كثيرة لي ولغيري ولأقاربي ولأصدقائي وللشعراء. ويمكن أول شاعر تقابلت به في ميدان التحرير بالفعل أنا بكيت عندما رأيت الشهداء، بكيت عندما رأيت ضرب النار على الإخوة في يوم السبت اللي بعد جمعة الغضب بالفعل عند وزارة الداخلية. هذه مواقف في الحقيقة لا تنسى. بالفعل كان تواجدنا كشعراء للأسف كنا متفرقين، بمعنى أن كل واحد كان بيطلع. اتحاد الكتاب أصدر بيان يوم 26 بالظبط بالتضامن مع الثورة الشبابية، ولكن كان اتفاق يوم السبت اللي هو بعد جمعة الغضب على إن احنا نطلع من اتحاد الكتاب في تظاهرة من اتحاد الكتاب للتحرير وبيافطة باسم اتحاد الكتاب بس. للأسف تم إلغاء هذه التظاهرة لأسباب لا داعي للخوض فيها الآن، وشاركنا متفرقين. حتى اضطريت أنا والأخت وفاء أمين، يمكن تعرفوها حضراتكم، شاعرة القاهرية، إن احنا كتبنا يافطة باسم اتحاد الكتاب ويافطة باسم الأستاذ عاطف الجندي الأدبي ورفعناها في التحرير، ويمكن الصور موجودة على الفيسبوك بهذه الأشياء. بالفعل يعني أنا سعيد بإني كنت نقطة في بحر كبير جدا من ثوار مصر. لا أحد يدعي الفضل في هذه الثورة ولا أحد يجزم بأنه كان السبب، لكن بعتقد أن الشعب المصري ككل في جميع المحافظات كان له الفضل الكبير، وهذا الإيمان الراسخ لدى الثوار المصريين كان سببا مهما جدا. وكل يوم بالفعل كان الأمان وسقف الطموح بيزيد عندما نحقق شيئا، والحمد لله نهنئ أنفسنا جميعا ونتمنى بالفعل أن نشترك أو أن ندعم الثورة الليبية، وأعتقد إننا كلنا بندعمها. فيمكن رحنا عند السفارة الليبية في أحد الأيام
عندنا قوة الثورة الليبية وتضامنا معها واحتفنا باسمها. الجمعة الماضية احتفنا بالأعلام الليبية القديمة في ميدان التحرير، وتضامنا أيضا مع الثورة الليبية. كنت بالأمس في اتحاد الكتاب ويمكن قلت للأصدقاء كان هناك تظاهرة وما زالت القيام موجودة في التحرير، ويمكن كان في ماتش للنادي الأهلي، المتظاهرين طلعوا بأعلام النادي الأهلي وصلوا للتحرير واشتركوا بالأعلام بتاع النادي. أنا عاوز أقول بالفعل إن هذه الثورة غيرت وجه المنطقة العربية ككل، غيرت وجه العالم. الآن لك أن تفخر أن تقول بكل قوة أنا مصري، أنا مصري، أنا مصري. شكرا لكم، وسنلتقي إن شاء الله مع الشعب. شكرا.